السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب ثالثة ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر خالد عبد الستار، مدرس اللغة الإنجليزية للثانوية العامة. اتعب واعمل اللي عليك واسعى، والله 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 بحق الأيام المفترجة اللي احنا فيها ديت. صدقني ربنا عمره ما هيكسفك، صدقني ربنا هيجازيك خير، صدقني ربنا هيكرمك جدا وهتحقق أكتر من اللي انت بتتمناه ومن اللي انت بتحلم بيه، طول ما انت عندك يقين في ربنا ويقين في نفسك وإرادة وبتشتغل وبتسعى وبتذاكر وبتتعب وبتعمل اللي عليك وبتحل كل حاجة وبتبذل كل مجهود. صدقني والله ربنا هينصرك، ربنا عمره ما بيظلم حد يا ابني. اسعى واجتهد وربنا أكيد هيوفقك للخير، وكل اللي بيجيه ربنا كويس. بس طالما انت شغال، طالما انت بتعمل اللي عليك، طالما انت مش مقصر. طول ما انت مقصر ما تطالبش بحاجة، لكن طول ما انت مش مقصر احنا مطالب بكل اللي تتمناه، ربنا هيحققه لك وهيكرمك بيه. طيب، سمي الله وصلي بينا على النبي، وما تنساش تدعي اخواتنا في فلسطين وفي كل الدول العربية، ربنا ينصرهم يا رب على كل حاجة فيها، على كل حاجة هم فيها. طيب عندنا ايه دلوقتي؟ طيب تعالى نبدأ دلوقتي. سمي الله وصلي بينا على النبي. هنبدأ بإيه؟ هنبدأ بأول يونت عندنا. طيب أول يونت عندنا ديت هناخدها فوكاب ولا جرامر؟ لا، تعالى نخلص الجرامر الأول كله بتاع اليونتات كلها، ونلعب بالكلمات لعبة كده هوت على طريقة مايند ماب، خريطة ذهنية. نطلع كل كلمة باللي حواليها ايه، ونعمل شوية حاجات حلوة كده هوت، بحيث اللي عنده مشكلة في حفظ الكلمات تثبت في دماغه في ثانية على ثانية. سمي الله وصلي بينا على النبي، ورقة وقلم وكوباية الشاي بتاعتك، أو ركز بقى معايا وانسى كل حاجة، ورقة وقلم وسيب لي نفسك خالص عشان هنحل كل حاجة في الجرامر. هناخد كل كبيرة وصغيرة في الجرامر وهنحل عليها كل أسئلة الوزارة، بحيث إن أنت تدخل مطمن وواثق من نفسك كويس قوي مليون المية من كل كبيرة وصغيرة في الامتحان. هنحل كل أسئلة الوزارة على كل أشكال الأسئلة، سواء فوكاب، سواء جرامر، سواء قطع، سواء ترجمة، سواء رايتنج، سواء قصة، كله. مش هنسيب حاجة مش هنحلها. وده المفروض انت عامله، ده المفروض انت بتعمله، ده وظيفتك ان انت بتحل كل سؤال نزل في اي حته. انا مفيش حاجه ما بحلهاش. ليه؟ امتحانك مش هيخرج بره، اصل هيروح فين؟ انا هنخترع اسئله؟ مفيش حد بيخترع اسئله. فاللعبه كلها تركيز ثم تركيز ثم تركيز، عشان ما تجيش في اللجنه انا حليت ده قبل كده بس مش فاكره. مصيبه سودا، انسى. عايزين ورقه وقلم وبالراحه كده تعمل كشكول معايا نلم فيه المنهج. كشكول صغير هنلم فيه كل كبيرة وصغيرة في المنهج، كل حاجة، كل أشكال الأسئلة هنشرحها بالتفصيل. يلا يا بطل. طيب تعالى نبدأ دلوقتي بأول يونت عندنا. أول يونت كان فيها دروس إيه في الجرامر؟ يقول لي كان فيها 3 دروس جرامر، والتلاتة تنسوز أزمنة. إيه هما؟ إحنا مش هنشرح بتفصيل التفصيل الرخم، الحاجات الحشو اللي ملهاش لازمة، لأ. أنا ههتم معاك على المين بوينتس، الحاجات اللي تخليك تحل، الحاجات اللي بيجي فيها أسئلة من الآخر في الامتحان. طيب تعال نبدأ بأول زمن، الباست سيمبل. الباست سيمبل يعني ماضي بسيط. تعال نشوف كان بيحكي في ايه. صلي بينا على النبي. ماضي البسيط، أي زمن ليه شكل. ايه أشكال الماضي البسيط أو ايه تكوين الماضي البسيط؟ يقول لك الباست سيمبل كان عبارة عن فيرب بلس دي أو سكند فورم، فعل في دي أو تصريف تاني. ليه شكل تاني؟ في النفي كان didn't والفعل فيه المصدر. طيب ليه شكل تالت؟ في الباسيف كان عبارة عن was aware والفعل في التصريف التالت. ده كده الفورم بتاع الزمن ده، ده كده تكوين الزمن ده. بستخدم الباست سيمبل في ايه؟ صلي بينا على النبي. بص يا معلم، اول حاجه لو عايز اتكلم عن حاجه اسمها unreal past. يعني ايه unreal past؟ يعني حاجه مش حقيقيه، اللي هي من الاخر لو شفت كلمه I wish، I would rather، او it's time. I wish I'd rather it's time. اهم حاجه يجي بعدها object، شخص، مفعول. ساعتها يقول لي زمنك لازم يبقى past. طيب يبقى I wish I'd rather it's time لو بعدهم شخص لازم ماضي. انهي ماضي؟ يقول لي بحفظ كده ان الجمله لو زمانها مضارع
أي مضارع يقلب ماضي. طب الجملة لو زمانها ماضي، الماضي يقلب ماضي تام. يبقى كده أي مضارع يقلب ماضي والماضي يقلب ماضي تام. طيب لو الجملة زمانها مستقبل، يقول لي إيه المستقبل اتجاهين أي أو وي، كود والمصدر. ولو أي ضمير would والمصدر. يبقى كده I wish I'd rather it's time. لو بعدهم شخص لازم زمن يبقى past. طب أنهي past؟ أي مضارع يقلب ماضي والماضي يقلب ماضي تام، والمستقبل اتجاهين I أو we كود والمصدر، أي ضمير would والمصدر. احفظها كده. إزاي؟ يعني أنا أقدر أجيب لك I wish I not with my friends، ومرة تانية I wish I not with my friends yesterday. مرة تالتة I wish I not with my friends tomorrow. ومرة أخيرة he wishes he not with his friends برضه tomorrow. أحل إزاي لو عندي فعل اسمه travel عايز نصرفه؟ صلي بينا على النبي. امسك جملة جملة. I wish I not with my friends. هل هنا في زمن في الجملة؟ لا. يعني زمن الجملة مضارع. المضارع بيقلب ماضي بسيط، يبقى بدل travel هيبقى traveled. I wish I not with my friends yesterday. yesterday زمنها ماضي، الماضي يقلب ماضي تام، فبدل traveled هتبقى had traveled. طيب I wish I not with my friends tomorrow. tomorrow زمنها مستقبل. يقول لي المستقبل اتجاهين، لو I أو we could والمصدر. هنا في ايه؟ يبقى could travel. طيب لو أي ضمير كان بياخد would والمصدر، فدي هنا tomorrow مستقبل بس فيه he، يبقى شكرا بدل could would travel. يبقى دي كده اللعبة بتاعت I wish I'd rather it's time الباست habits. طيب في ايه تاني؟ قصدي الانريل باست. في ايه تاني؟ يقول لي خد بالك عشان اللعبة دي ممكن تلعب معاك لعبة وحشة، اللي هي صلي بينا على النبي. انت لو مركزتش على وجود الشخص ده هتلبس. ليه يا معلم؟ يقول لي عشان انا ممكن اجيب لك I wish او it's time وبعدها نقط، و I would rather وبعدها نقط من غير الشخص. ساعتها العب ازاي؟ يقول لي I wish it's time to والمصدر، I would rather المصدر بس، I wish it's time to والمصدر، I would rather المصدر بس. ده لو ايه؟ مفيش شخص. لكن لو في شخص شكرا أي مضارع يقلب ماضي والماضي يقلب ماضي تام والمستقبل اتجاهين I أو we could والمصدر، أي ضمير would والمصدر. ده لو في شخص. طيب ده حاجة في الباست سيمبل. ايه تاني بستخدمه في الباست سيمبل؟ يقول لي حاجة اسمها unreal past. يعني ايه unreal past؟ لا ده الانريل باست. ايه الحاجة التانية؟ حاجة اسمها باست هابتس. ايه الباست هابتس؟ عادات في الماضي. حاجة في الماضي وبطلتها، اعبر عنها ازاي؟ صلي بينا على النبي. يجي يقول لي اول طريقة ان انا اجيب العاقل واجيب بعده كلمة اسمها used to، فساعتها اجيب الفعل فيه المصدر. زي ايه؟ زي لو قلت لك he used to smoke، معنى الجملة هو زمان كان بيدخن ودلوقتي ربنا تاب عليه وبطل. او ان انا اجيب العاقل was aware زائد used to، بس يقول لي خد بالك اي فعل قبل used to يجيب لي الناحية التانية الفيرب بلس ing. فبدل ما قلت لك he used to smoke، لا هقول لك he was used to بس smoking ing. طيب في طريقة تانية تعبرني عن الباست هابت، ان انا اجيب العاقل was aware in the habit
of. واوف ده حرف جر، واي حرف جر بعده الفيرب بلس ING برضه. فبدل ما قلت لك كل الكلام ده، لا، he was in the habit of smoking. هو كان في عادة التدخين. طيب في طريقة كمان يقول لي ان انا امسك it was واي حاجة بتدل على الملكية زائد كلمة habit زائد to والمصدر، فتلاقي نفسك بتقول لي it was his habit to smoke. كانت من عادته ان هو يدخن. كل ده بيديني معنى عادة في الماضي وبطلتها، حاجة زمان كنت متعود اعملها وما بقتش اعملها. طيب في ايه غيرها؟ يقول لي دول هي عادة في الماضي بطلتها. طيب لو العادة اللي في الماضي اللي انت بطلتها ديت عايز تعبر بيها او عايز تعبر عنها بطريقة تالتة، بطريقة غير الماضي، ينفع؟ يقول لي ينفع، عندي طريقة استثنائية كده، اللي هي ايه؟ صلي بينا على النبي. يجي يقول لي انا اقدر استخدم العاقل زائد كلمة اسمها no longer، بس بعدها انا محتاج verb plus s او المصدر، يعني present simple. هل دي تعبر لي عن الماضي؟ ترجم كده، اقول لك هو no longer لم يعد smokes، هو لم يعد يدخن. معنى كده ان هو زمان كان بيدخن ودلوقتي بطل. او ان انا اجيب لك العاقل و don't او doesn't زائد المصدر بشرط اخر الجملة any longer او any more، تدي لك معنى برضه لم يعد يفعل الشيء. فتلاقي نفسك بتقول لي he doesn't smoke anymore، هو ما بقاش يدخن. كل ده بيوصلني لنفس النتيجة، عادة في الماضي وبطلتها، عادة في الماضي وبطلتها، عادة في الماضي وبطلتها. طيب لو العادة اللي في الماضي دي ما بطلتهاش، أعبر عنها إزاي؟ صلي بينا على النبي. يجي يقول لي عندي إن أنا أبدأ بالعاقل وأجيب بعده am أو is أو are زائد used to، وأنا لسه قايل لك أي فعل قبل used to يجيب لي بعدها الفيرب بلس ing. طب دي تديني معنى إيه؟ يقول لي دي كان وما زال معتاد على شيء، كان ولسه، من زمان ولسه. فتلاقيني بقول لك he is used to smoking، هو كان وما زال معتاد على التدخين. طيب في غيرها؟ يقول لي لو انا عايز اقول لم يكن، ما كانش، حاجه ما كانش متعود يعملها بس بقى متعود، اعبر عنها ازاي؟ يقول لي عينيا هات العاقل برضو. كل ده انا بلعب بالعاقل مش الفاعل، عاقل، واجيب بعدها didn't use to والفعل في المصدر. فتلاقيني بقول لك he didn't use to smoke، هو ما كانش متعود يدخن. او ان انا اجيب العاقل واجيب بعدها get او become زائد used to، وانا متفق معاك اي فعل قبل ing بعد الفيرب بلس ing تديني معنى نفس الكلام. he got used to smoking، هو بقى متعود على التدخين. يبقى ديت كده الشلة دي لم يكن معتاد ولكن أصبح، ما كانش متعود بس بقى متعود. ده كده الباست هابتس. يبقى لعبتي كلها بشوف أنا عايز إيه من الباست سيمبل، عايزه هو عادي يبقى فيرب بلس دي أو إي دي أو أي دي أو تصريف تاني، وفي نفي didn't والمصدر، والتصريف الباسيف بتاعه زور تصريف تالت.
عايز العب على الحاجه اسمها الانريل باست اي ويش I'd rather it's time. جبت شخص يبقى باست اي مضارع ماضي، والماضي ماضي تام، والمستقبل اي او وي كود او اي ضمير would. او لو شلت الشخص I wish it's time to، والمصدر I would rather المصدر بس. عايز العب على الباست هابتس، عندي used to بحواراتها كلها باشكالها اللي في المضارع، وعندي used to لما كان وما زال am is are ing، ولما ما كانش didn't و used to use تمام، او get او become used to ing. كل ده معايا، كل ده past simple، كل دي حاجات اقدر استخدم فيها الباست سيمبل. ده كده اول زمن في اول يونت. تعال نخش على الزمن اللي بعده في نفس اليونت. سم الله وصلي بينا على النبي، اكتب كل كلمة ورايا. يلا يا بطل. طيب ايه الدرس اللي عندنا تاني؟ يقول لي تاني درس عندي في يونت 1 كان بيتكلم عن حاجة اسمها الباست كونتينيوس. يعني ايه باست كونتينيوس؟ يعني ماضي ومستمر، يعني حدث تم في الماضي بس خد فترة. اي استمرار لازم فترة، والفترة اي ان جي. تاني، اي استمرار لازم فتره، والفتره اي ان جي. عشان اقول ان هو continuous، يعني انا بقول بالعربي انا كنت بذاكر، هو كان بيلعب، هي كانت بتاكل. يبقى طول ما انا بقول كنت يبقى انا continuous، طول ما انا كنت انا continuous، طول ما انا كنت انا continuous، طول ما انا كنت انا continuous. يعني في استمرار، يعني في فتره، يعني حدث مستمر في الماضي. طيب بلعب بيه ازاي؟ صلي بينا على النبي. الباست كونتينيوس، يجي يقول لي الباست كونتينيوس هو عبارة عن ايه؟ اقول له هو عبارة عن was aware والفيرب بلس ing، ولو هنفيها احط not عشان تبقى wasn't awaren't و ing، ولو هجيب باسيف هخليه was aware زائد being زائد الباست participle التصريف التالت. ده كده الباست كونتينيوس. طيب انا بستخدم الزمن ده في ايه؟ قلنا في فترة، يعني محتاج شلة روابط عشان تديني الفترة. ايه الروابط بتاعتي؟ صلي بينا على النبي. يجي يقول لي عندي اول حاجة while وas وجاست as، وكده كده بعد الرابط دايما subject فاعل. while وas وجاست as. while معناها اثناء او لما انا كنت بذاكر، فانا محتاج بعدهم الباست يبقى continuous. الناحية التانية يقول لي يا باست continuous زيه يا باست سيمبل عكسه. ايه اللي جاب الباست سيمبل هنا؟ اقول لك لا، الباست سيمبل ما بيتقالوش انت رحت فين وجيت منين، ده باشا باست كونتينيوس باست كونتينيوس باست كونتينيوس باست سيمبل. ايه الفرق؟ يجي يقول لي كونتينيوس كونتينيوس يبقى انا كنت وهو كان، يبقى حدثين مستمرين سوا. باست كونتينيوس وباست سيمبل حاجه كانت مستمره اساسيه جت هوب حاجه قطعتها. يبقى الكونت كونتينيوس والهوب دايما سيمبل، والكونت كونتينيوس والهوب دايما سيمبل. اللي بيحصل فجأة سيمبل، الهوب دايما سيمبل. واللي كان مستمر يبقى باست كونتينيوس، يبقى كان مستمر باست كونتينيوس. هوب حاجة حصلت فجأة باست سيمبل. يجي يقول لي زي ايه؟ زي لو جيت قلت لك مثلا while I was running I نقط down. اخيرك fill ولا was falling. تيجي تقول لي لما انا كنت بجري انا وقعت ولا كنت بقع؟ لا وقعت، دي حاجه حصلت فجاه، والفجاه دايما سيمبل، يبقى I fell down. مش هينفع تقول لي was falling. طيب نفس الكلام لو while I was running I نقط to music، واقول لك listened ولا was listening. تيجي تترجم لما انا كنت بجري انا سمعت الموسيقى ولا كنت بسمع موسيقى؟ حاجة كانت مستمرة، يبقى ساعتها was listening. مش هينفع تقول لي listen. يبقى اللعبة كلها انا بطبق القاعدة. قالت لي past continuous جبت was aware ing was aware ing. الناحية التانية قالت لي اتنين continuous انا كنت وكنت،
continuous simple انا كنت وهوب اللعبه كلها في الترجمه. طيب ده في وايل واز وجاست از. يقول لي لا اعكس وايل خالص. ازاي؟ يقول لي في شبيهه ليها كده كلمه اسمها when، بس دي بتعاديها. هي بتلزق فيها الفاعل عشان هي رابط، بس بتعادي معاها، بتعند معاها ازاي؟ انا عكسك. while past continuous when يقول لي لا انا عايز الباست سيمبل. طب الناحيه الثانيه while was just as خدوا continuous simple، هم مش احسن مني. ادي past continuous او past simple. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ يقول لي past continuous و past simple قلنا هوب قطع كنت، حاجه كانت مستمره هوب اتقطعت، بس عكست. طب simple يقول لي ده رد فعل. زي ايه؟ صلي بينا على النبي. خليني بقول لك مثلا when the phone rang I نقط a shower so I couldn't answer. had ولا was having؟ ادي سؤال. والسؤال التاني when the phone rang I نقط answered ولا was answering. صلي بينا على النبي. تعال نترجم. لما التليفون رن انا دش، انا خدت دش او كنت باخد، الاتنين بالعربي يمشوا. so I couldn't answer the phone، ما قدرتش ارد. يبقى ما قدرتش ترد ديت عشان هل خلاص نضفت فبتتنك على الناس فتقول لي هاد، ولا عشان كنت بتاخد الدش؟ لا انا ما ردتش عشان كنت مستمر في الدش، يبقى I was having، مش هينفع هاد. طيب when the phone rang I not، لما التليفون رن انا كنت عمال برد ولا انا رديت؟ لا يقول لي ده رد فعل على طول، يبقى لما رن رديت يبقى I answered. ده الفرق ما بين الونين. طيب ده القاعدة الأساسية، بس يجي يقول لي في شوية مكسرات كده نوتس. صلي بينا على النبي. ايه النوتس بتاعت الزمن ده؟ يقول لي مثلا أول حاجة تعال نلعب بوايل شوية. وايل ممكن أجيب بعدها النقط على طول بدون فاعل، فأجيب الفيرب بلس ing لو بدون فاعل. طيب بس بشرط. ايه هو الشرط؟ يقول لي لازم الفاعل يجي في تاني جملة اللي بعد الفصلة. يعني بعد الفصلة بيبقى في جملة تانية، لازم الفعل اللي انت مشيته من هنا يجي هنا. ده لازم وخد بالك منها. ليه؟ صلي بينا على النبي. while نقط over the Nile the view was great. flying I was flying تعالى حل. while نقط مفيش فاعل ing while flying حلو، بس while بيجي بعدها was وغيره ing was flying صح، بس لازما فاعل عشان اجيب الواز وغيره ing صح، يبقى دي طلعت. طب اختار ing بس ولا اختار ام فاعل؟ ما انا لو حذفت الفعل اختار ing، حطيت الفعل احط was وغيره ing. يقول لي بص على الجمله الثانيه، ادي الفصله اهي وادي الجمله الثانيه اهي، اولها ايه؟ ذا فيو. هل ده اي؟ لا، يبقى فلاينج بره. لازم الفعل اللي انت عايز تحذفه هنا وتجيب ing يجي هنا، ما جاش هنا باظت، لازم تنزل لي الفاعل. تمام كده؟ عشان كده جملتين ما فيهمش فاعل، مين اللي عمل ايه بقى؟ بايظه. صلي بينا على النبي. ادي واحده خد بالك منها، تركة امتحان. طيب ايه تاني؟ صلي بينا على النبي. يقول لي وايل الرابط الوحيد اللي يقدر ياخد حرف جر وبعد حرف الجر ده يجيب لي نون، والناحية التانية باست سيمبل، ويطلع لسانه لكلمة اسمها during، بس during تتنك عليه
تقول له انا بجيب اسم على طول والناحية التانية باست سيمبل، مش زيك يا وايل بتحتاجي عزول في النص اللي هو حرف الجر. يبقى وايل عشان تيجي بعدها اسم لازما في النص حرف جر، لكن during بعدها اسم على طول. فاجي اقول لك مثلا not my holiday I visited Alex، ونقط on my holiday I visited Alex. هختار while ولا during ولا ايه بالظبط؟ يقول لي بعد النقط في ايه؟ اسم. بعد النقط في ايه؟ شكرا، حرف جر بعد حرف الجر ده في اسم. لو في حرف جر يبقى while on، مفيش حرف جر يبقى during. تمام كده؟ يبقى حرف الجر while، مفيش حرف الجر وجاب اسم على طول during. ادي كده دول هنا. خليك مع while تاني. اشمعنى؟ يقول لي اصل while في الطبيعي بيجي بعدها الفاعل. هقول له اه، فساعتها هحط وزور واي ان جي. يقول لي بص انا هحط وزوير، بس هاجي المفروض احط فيرب بلس اي ان جي. يقول لي اقدر احذفه لو كان being، ما يلزمنيش. ازاي؟ صلي بينا على النبي. اقول لك مثلا while I نقط at the restaurant I met an old friend. وفي الاختيارات was being ولا was. اجي ابص while في فاعل، الله يبارك لك. يعني لو في اختيار اسمه being ما يلزمكش. ليه ما يلزمنيش؟ عشان في فاعل فمش عايز اي ان جي. طيب فالطبيعي اختار was being، عين العقل. at the restaurant I met an old friend، والناحية التانية بص سامل. ترجم بقى كده. لما انا كنت بكون في المطعم انا قابلت صاحبي. يعني ايه كنت بكون؟ انا عايزك تقول لي لما انا كنت في المطعم، يبقى بكون دي بنشيلها، يبقى ساعتها يبقى لي was بس. يبقى while I was. اقدر اجيب past simple اللي هو was aware بس، بشرط لو كان الاي ان جي كلمة being. كلمة being ما تلزمنيش بعد was aware. تمام كده؟ ده كده نوت كمان، اخر نوت في الدرس كله. يقول لي عندي كلمة اسمها on، لو شفت بعدها النقط هات لي فيرب بلس اي ان جي تديني معنى بمجرد. طب وايل كانت بتديني معنى اثناء. فاجي اقول لك نقط seeing the accident I called the police. اثناء ما انا شفت الحادثه انا اتصلت بالبوليس، ولا بمجرد ما شفت الحادثه؟ طبعا بمجرد. ده سبب، والسبب التاني سي اصلا ما بتاخدش استمرار، فما ينفعش اديها وايل. وايل بتديني الفتره، فساعتها اقول لك on seeing the accident بمجرد رؤيه الحادث انا اتصلت بالبوليس. ده كده كل حاجه موجوده عندنا في الباست كونتينيوس. يبقى كده يا معلم احنا خلصنا اول درسين في اليونت 1. فاضل لي درس واحد في يونت 1 ومتكرر تاني لحسن الحظ في يونت 7، فيبقى يعتبر خلصت يونت 1 ونص يونت 7. وبارك الله فيما رزق. سم الله وصلي بينا على النبي وركز بالله عليك عشان هنقعد نحل بعد كل يونت. لازم نحل أسئلة الوزارة كلها، فركز معايا. كلامي قدامك، الشرح قدامك وانت بتحل. اسمك بحفظ الأسئلة وبحفظ الحل. جو انا ذاكرت وفهمت وحليت حسيت ان انا مش عارف، ما انت عشان ما حليتش وانت كده اسمك حليت. لا، حليت دي ازاي؟ حاطط الكلام قدامي وبحل مره التانيه التالته، خلاص مش هبص للكلام انا حفظته. ساعتها اسمي ذاكرت الدرس، حليت عليه، عرفت افهمه، فهمت بيتحل ازاي. كده انت برنس. غير كده بتضيع وقت. بالله عليك ركز، استثمر وقتك صح. study smart not hard. مش لازم تفحت نفسك طول اليوم فحت ورد. ذاكر شويه قليلين بس صح. ذاكرهم بجد.
سمي الله وصلي بينا على النبي وتعالى نكمل. يلا يا بطل. طيب اخر حاجه بتتكلم عن ايه؟ يقول لي بيتكلم عن درس سهل بس متكرر فمصلحه ان انا هستخدمه مرتين. بيتكلم عن ايه؟ يقول لي عن حاجه اسمها present perfect. يعني ايه present perfect؟ مضارع تام. يعني في زمن المضارع؟ لا، هو بيعبر عن حدث تم. يعني ماضي تام؟ لا، مضارع تام. هو المضارع التام بيعبر ازاي او بيستخدم في ايه او بيعبر عن ايه؟ صلي بينا على النبي. المضارع التام present perfect. هو تكوينه ايه الاول؟ يقول لي هو عباره عن have او has والباست participle، او في الباسيف have او has زائد been زائد الباست participle، او لو continuous have او has زائد been زائد الفيرب بلس ing. ده كده البريزنت بيرفكت، المضارع التام. طب المضارع التام ده بيعبر عن ايه؟ يقول لي ده بيعبر عن حدث تم في الماضي يا ولا. حاجه تمت في الماضي بس مش عارف امتى. دي اللعبه. يعني ايه مش عارف امتى يا مستر؟ يعني قلت لك مثلا بالعربي انا شفتك قبل كده. امتى؟ مش عارف. بس انا شفتك. انا لسه متغدي. امتى؟ مش عارف. نصايه، ساعه، ساعتين، ربع ساعه، ما اعرفش. بس انا عرفت ان انا اتغديت. فالفعل تم في الماضي بس امتى؟ الله اعلم. طول ما انا تايه في الزمن طول ما انا present perfect. عكس الباست سيمبل، انا عارف امتى. بقول لك انا قابلتك امبارح يبقى yesterday يبقى I met. لكن لو قابلتك قبل كده يبقى before من قبل يبقى I have met. يبقى لو تايه في الزمن present perfect، لو عارف past simple، لو تايه present perfect، لو عارف past simple، لو تايه have او has تصريف ثالث. طول ما انا تايه have او has تصريف ثالث. طول ما انا تايه have او has تصريف ثالث. طول ما انت تايه في الزمن مش عارف انت بدأت امتى بس عارف ان الفعل حصل، يبقى ساعتها انا عايز have او has والتصريف الثالث. طيب في كلمات دالة تايهة اكتر زي ايه؟ صلي بينا على النبي. يقول لي زي just و already. تايهين ازاي دول؟ يقول لي دول فريق. تعال نقسمهم الاول فرق. زي ايه او فريق في ايه؟ اجي اقول له مثلا ان انا اقدر اقول I have just او already eaten lunch. انا لسه متغدي. ادي اهو just و already. جبتهم فين في الجملة؟ في النص. قبلهم have او has، بعدهم تصريف ثالث. في غيرهم؟ already تقول لك استناني. انا ممكن اقول لك I have eaten lunch already. يعني انا ممكن يا جماعه ان انا كاوريدي اجي في اخر جمله بس بشرط الجمله دي تكون جمله مثبته هاف. طيب اشمعنى؟ يجي يقول لي علشان اوريدي هتشارك واحده كمان اسمها يت. ايوه هتشاركها في ايه؟ صلي بينا على النبي. انا الطبيعي يت بجيبها في اخر جمله استفهاميه فتلاقيني بقول لك have you done your homework نقط وعلامة استفهام. آخر الجملة الاستفهامية بتجري على يت. ده اللي أنا عارفه. صح لو وقف كلام. مش صح لو كتب لك كده have you done your homework ونقط وعلامة استفهام وقال لك it's wonderful. يعني استعجب ساعتها already. يبقى كده يت اوريدي الاتنين بيجوا في اخر الجمله الاستفهاميه. يت لو وقف اوريدي لو استعجب. يت لو وقف اوريدي لو استعجب. اوريدي عشان تيجي يقول لي لازم تعجب. جاي في الاخر جاي في الاول. طول ما في تعجب طول ما في اوريدي. لو السؤال وقف لحد هنا ساعتها هستخدم يت. ده كده العلاقه اللي ما بين اوريدي ويت. تيجي يت تقول لك انا ما مش راضي عن العلاقه دي بس انا هلعب بديلي. ازاي يا حاجه؟ يت
الطبيعي بتاعها بتعمل مع lately اشتراك. ازاي؟ يد بتيجي في اخر الجمله المنفيه، فاجي اقول لك I haven't done my homework نقط. ساعتها اختار yet ما لقيتهاش، خد lately. الاتنين صح وانا مش زعلان منك في حاجه. يبقى yet و lately الاتنين بيجوا في اخر الجمله المنفيه، تيجي لهم واحده اسمها before. تقول لك انا كمان بحب اجي في اخر الجمله المنفيه عشان ادي من قبل. ازاي؟ تلاقيني بقول لك مثلا I haven't met علي before. انا ما قابلتش علي قبل كده. تفرق ايه بقى عن يت وليتلي؟ يقول لي لا، الجمله دي معناها it's my first time to meet علي. دي اول مره ليا ان انا اقابل فيها اصلا علي. غير كده لا يا معلم، انا عارف علي. تمام كده؟ يبقى يت وليتلي انا في الفتره الاخيره، لكن بيفور معناها ان ما اتعملتش اصلا قبل كده. طيب صلي بينا على النبي. عندي ايه تاني في الكلمات الداله؟ يقول لي عندي علاقه كده او خناقه ما بين فور وسنس. اقول له ماشي، تعالى نحل فيها. ازاي؟ يقول لي اصل انا من الاخر بلعب لعبه، فور بجيبها امتى وسنس بجيبها امتى؟ بقول له ما بعتمدش ان انا بحفظ، انا بعتمد على حاجه بسيطه. انا بستخدم فور لو انا تايه في البداية، وبستخدم سنس لو أنا عارف البداية. يبقى لو عارف البداية سنس، لو تايه في البداية فور، لو عارف البداية سنس، تايه في البداية فور. يعني إيه عارف وتايه؟ يعني قلت لك مثلا أنا بذاكر من الساعة 2 كده، أنت عارف أنا بدأت إمتى ولا لأ؟ يبقى سنس. طب أنا ذاكرت ساعتين، هل أنت عرفت أنا بدأت إمتى؟ لأ، يبقى ساعتها فور. يبقى لعبتي كلها عارف سنس تايه فور، عارف سنس تايه فور، عارف سنس تايه فور. طيب لحد ما تيجي كلمة اسمها the lost. تقول لك استنى بقى، انت هتجيب يا معلم قبلي فور ولا سنس؟ هقول لها الاتنين بشرطين. لو في فترة هاخد فور، لو في اسم هاخد سنس. الفترة فور والاسم سنس، الفترة فور والاسم سنس، الفترة فور والاسم سنس. ده لو في كلمة اسمها the last. فأقول لك for the last year, for the last week, for the last month, since the last meeting, since the last holiday. اسم شيء. يبقى دي اللعبة بتاعت for و since. طيب هل هيهمدوا؟ لا، مش هيبطلوا لعب، مش هيبطلوا خناق. اشمعنى؟ تيجي since تقول لك استنى بقى، أنا باجي في نص جملة وببقى أهم رابط عندك في ثانوية عامة. اشمعنى يا معلم؟ يقول لي عشان في الطبيعي اللي انا عارفه من اي بي سي كده انجليزي، ان انا اي رابط اهو بيربط ما بين كفتين. لو هنا ماضي هنا ماضي، لو هنا مضارع هنا مضارع، اي باست ياخد باست، اي بريزنت ياخد بريزنت. مش هيفرق باست سيمبل ياخد باست سيمبل، لا، باست يبقى باست، باست سيمبل بقى كونتينيوس بيرفكت. حلوا مشاكلكم سوا. المهم لو الجمله بدات ماضي تكمل ماضي، بدات مضارع تكمل مضارع، ما عدا سنس. شكرا. تقول لك انا بلزق فيا بجيب بعدي باست سيمبل، بس قبل مني 3 حاجات، يا اما هاف او هاز والباست بارتيسيبل مضارع تام، يا اما اتس زائد مده، يا اما ات هاز بن زائد مده. يبقى سنس قبلها هاف وسط تصريف ثالث، بعدها وسط سيمبل، قبلها هاف وسط تصريف ثالث، بعدها وسط سيمبل، قبلها هاف وسط تصريف ثالث، بعدها وسط سيمبل، قبلها اتس مده سنس باست سيمبل، اتس مده سنس باست سيمبل، ات هاز بين مده سنس باست سيمبل، ات هاز بين مده سنس باست سيمبل. سنس دايما بعدها باست سيمبل، قبلها هاف وسط تصريف ثالث عادي، اتس زائد مده عادي، ات هاز بين زائد مده برضه عادي. انا مسامحك في اي حاجه. ليه؟ عشان دي سنس، عشان دي سنس. طيب في حاجة كمان في الدرس ده؟ يقول لي اللي هي عندي الفرق ما بين have
أو has طبعا زائد been to مكان وهاف زائد gone to مكان. ايه الفرق؟ يقول لي لو جبت بين تو اي بتروح والتانية بتجيبها فدي معناها راح لمكان ويجه. جون تو هي فيها اي واحدة راحت بس فدي معناها ان هو راح وزمانه جاي. يبقى انا لو واقف قدامك وبسألك انت كنت فين، معنى كده ان انت كنت وجيت، يبقى ساعتها where have you been. طب بابا فين؟ بابا راح البنك، يبقى هو لسه ما جاش، يبقى he has gone to the bank. يبقى لو راح وجه been to، راح ولسه gone to، راح وجه been to، راح ولسه gone to. 2 اي راح وجه، واحدة اي راح وبس، 2 اي راح وجه، واحدة اي راح وبس. ادي كده have or has been to have or has gone to. طيب عندي ايه تاني في have or has التصريف التالت؟ يقول لي تعرف نوت صغيرة كده هوت حاجة اسمها how long، اعرفها عشان بتطلع بمنظرين، how long بس و how long ago. يقول لي how long بس هي كلمة دالة على have or has وادي الفاعل والفعل في التصريف الثالث، وكمل جملتك وعن استفهام. how long ago شكرا did فاعل والفعل فيه المصدر وعلامة الاستفهام. يبقى كلمة ago هي كلمة دالة على الباست سيمبل فساخد did. طيب كلمة ago برضو خد بالك منها. اخد بالي منها ليه؟ يقول لي عشان لو انا قلت لك I have studied English not 3 years، ساعتها هتقول لي في الاختيارات for ولا since؟ احنا قلنا يا معلم الفرق ما بين for و since، عارف البداية since تايه في البداية for. انا بذاكر انجليزي 3 سنوات ادي فترة، هل عرفت بدايتها امتى؟ لا، يبقى على طول هختار for. طيب تعال اقول لك السؤال ده I have studied English 3 years ago for ولا since؟ هقول لك ادي I have studied English 3 years ادي فترة، في خازوق اسمه ago، يعني كده انت بقيت عارف، لو عارف يبقى since، يبقى ago تاخد بالك منها قوي بالله عليك. اتحطت مع how long اسأل لي بدid، اتحطت مع الفترة جاوبني بسنس مش بفور. طيب صلي بينا على النبي. ايه يا معلم الفرق ما بين ال present perfect simple و continuous؟ احنا لسه متفقين من شوية اي استمرار لازم فترة والفترة ing، بمعنى اجي اقول لك مثلا I not English for 3 years، وفي الاختيارات have learned have been learning و learned. هتختار لي ايه؟ همسك الجملة I not English for 3 years ادي في for كلمة دالة على have و has والتصريف الثالث، يبقى انا عندي have و has، ادي have و has وادي have و has، واحد simple والتاني continuous. اخد ده ولا ده؟ يقول لي ده كده كده بره. في فترة في فترة، اخبط على الفعل learn معناك ايه؟ يتعلم. اسأله سؤال هو انت من افعال الشعور؟ قال لي لا. حواس؟ قال لي لا. ادراك؟ قال لي لا. امتلاك؟ قال لي لا. معرفة؟ قال لي لا. عادي اديله ing. فبقى عندي صح وعندي صح الصح، وانا طول ما انا عندي صح وعندي صح الصح انا دايما باخد صح الصح. طول ما في صح وصح الصح انا دايما باخد صح الصح. فساعتها have learned صح، بس have been learning اصح منها، يبقى have been learning.
اشمعنى قلت لي دول؟ يقول لي عشان الافعال دي لو لمحتها هي لا تاخذ اي ان جي باي شكل من الاشكال، ما بتاخدش اي ان جي. زي ايه؟ زي لو قلت لك مثلا اي نقط علي for 3 years have known ولا have been knowing. ما تقوليش ان في فتره في فور وبعدها فتره فتجري تختار الاي ان جي وتقول لي المستر قال لي ما ده صح الصح. اقول لك لا، انا قلت لك تعمل ايه؟ تخبط، تستأذن، وادخلوا البيوت من ابوابها. نو معناها يعرف. هل هو من الخمسه دول؟ شعور، حواس، ادراك، امتلاك، معرفه. ما ياخدش اي ان جي اصلا، فساعتها هاف نون هي الوحيده اللي صح. تمام كده؟ ده كده الفرق ما بين السيمبل والكونتينيوس. انا باخد الكونتينيوس امتى؟ لو في فتره. مفيش الفتره خلاص السيمبل موجود. طيب في فتره ومفيش كونتينيوس، برضه السيمبل موجود، ما هو الزمن برضه ما هو بتاعه. ده كده البريزنت بيرفكت. يبقى كده جاست اوريدي ويت وايفر ونيفر وفور وسينس. في ايفر ونيفر صح، ايفر ونيفر انا نسيتهم. صلي بينا على النبي. ده في خناقه كبيره هنا. ايفر بستخدمها امتى؟ يقول لي ايفر ده بتيجي دايما في السؤال عن الخبرة. يعني اقول لك have you ever played tennis؟ هل انت عمرك لعبت تنس ولا لا؟ او بستخدمها مع المقارنة، ودي هناخدها الحصة الجاية، اللي هي علي او اي، مش مع المقارنة قصدي، مع التفضيل. اقول لك مثلا this is the most expensive car I have ever driven. دي اغلى عربية انا اسوقها في حياتي. عكس ever هي كلمة never، بس ever الاول كمان بتيجي مع النفي عادي. ازاي؟ اقول لك مثلا I haven't ever traveled abroad. في عكس منها اختها. اختها مين؟ اللي هي كلمة never. يقول لي never ديت بتيجي في جملة مثبتة، ما ينفعش اجيبها في نفي. ليه؟ هي معناها اصلا انا عمري ما عملت، فهي معناها منفي، فجملتها لازم تبقى جملة مثبتة. فبدل ما قلت لك I haven't ever، لا I have never traveled abroad. طيب واجيبها في ايه تاني؟ يقول لي بجيبها كمان مع المقارنة. التفضيل اللي هي ذا والصفة اس تي خدت كلمة ever. المقارنة لا، اقول لك مثلا I have never seen a taller boy than علي. انا عمري ما شفت ولد اطول من علي. يبقى هنا جبت صفة فيها اي ار عشان في كلمة never. فوق جبت في صفة فيها اي اس تي عشان في كلمة اسمها ever. يبقى دي كده اللعبة بتاعت ever ونيفر. ده كده كل حاجة موجودة عندك في البريزنت بيرفكت. كده يا معلم اقدر اقول لك ان احنا خلصنا جرامر يونت 1 بالكامل. تعالوا نقعد نحل عليه في فيديو جديد، علشان تبقى فيديوهات الشرح لوحدها وفيديوهات الحل لوحدها. التلخيص لوحده لخصه وحل، واقعد حل معايا بعدها. يعني هسيب لك البي دي اف بتاع مذكرات الوزاره بتاعت اسئله لوجيمان، تمام، تحت فيديو الشرح، بحيث ان انت تحل. بعدها هتلاقيني الفيديو اللي بعده منزله لك في بلاي ليست الحل او حل اسئله الوزاره. هتلاقيني منزل لك الحل فيديوهات، اقعد حل معايا وشوف احنا بنحل ازاي. ده اهم حاجه، دي اهم فيديوهات، اهم كمان من فيديوهات الشرح. سمي الله وصلي بينا على النبي وتوكل على الله. استعين بربنا كده هوت في ان هو يقضي لك حاجتك كلها، وان انت تبقى يقينك كامل ان انت هتقدر، ان انت لسه في وقت، ان انت لسه في فرصه تخليك تقفل، ان انا جايب لك فرصه ذهبيه تخليك تضمن ماده من المواد التقيله اللي ما بتضمنش.
اللي الناس كلها يعتبر ركناها الانجليش انت سايبه وعامل لي فيها ان انت جاي من لندن على الطياره هنا على طول. لا، خد بالك عشان ما تقفليش مواد تانية وتيجي تغلط وتشيل لي درجات في المواد سهل تتقفل، مواد لم مجموع، مواد اللغات. فربنا معاك يا رب، وانا معاك في ظهرك. اي سؤال واي استفسار واي حاجه عايز تعرفها ابعت لي على الواتساب على رقمي وانا هسيب لك كل التفاصيل بتاعته. ربنا معاكم. كان معاكم مستر خالد عبد الستار. سلام يا بطل.